السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وعيلتي وناسي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة جيدة واسعد حال. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليك. جددوا ايمانكم بشهادة ان لا اله الا الله سيدنا محمدا رسول الله. اذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. حبايبي وعيلتي وناسي، شكرا، متشكرة قوي ان كنتم فضلتوا ودمتم في حياتي. شكرا لحبايبي اللي نوروني، اتمنى عيلتي تكبر اكتر واكتر. وشكرا للكومنتات الحلوه الجميله، اشكركم وانتم على راسي من فوق. لاغلى ناس واحلى عيله. النهارده هنتكلم عن مين؟ عن الفنان الكبير انور وجدي، وازاي ان هو مثل مشهد فعلا هو حس بيه بالألم. من المفترض ان هو بيبقى مشهد بيمثل ان هو اتسمم، لكن هو ما كانش عارف ان هو ازاي هيطلع بالبراعة دي بالتلقائية دي. نقول لكم فنان الكبير انور وجدي اصلا هو من اصل سوري، لكن اتربى في مصر. فنان الكبير انور وجدي بيقول ان اول مرة التحق بالتمثيل كان في الفرقة المصرية. وبيقول ان هو لما التحق بالفرقة المصرية كان اول حاجة مثلها في مسرحية اسمها مسرحية الجريمة والعقاب. المسرحية دي من المفترض ان في مشهد حقيقي بيقوم ان هو يعني خد سم، يعني جاله يعني زي ما يكون شرب سم. فمن المفترض ان هو لما شرب السم وحس ان هو بالموت في المشهد ده، ان هو هيحس بحالة ايه؟ تخبط وعصبية وبيخبط في اي حاجة وهستيريا، وان هو بيخبط ويكسر اي حاجة قدامه. فنيل الكبير وهو بيمثل المشهد ده من المسرحية كان ماسك في ايده عصاية. لما كان ماسك العصاية دي وهو من المفترض خلاص شرب في المشهد ده السم، فبيقول العصاية خبطت في الرف ده فوقيه فازة. الفازة وقعت على دماغي، حسيت بحالة ان انا تعبان وبتألم جدا جدا. بيقول كده كان في مجلة الكواكب سنة 1954 على لسانه. فبيقول لما كنت حاسس بالتخبط وان انا عمال اتخبط وقعت في الارض، بقيت مش قادر من الالم وانا حاسس بالالم. قمت تحملت على نفسي وانا بتحمل على نفسي وحاسس ان انا بتخبط ودايخ وعمال اروح من هنا وبتطوح من هنا لهنا. فاحساس ان زي ما اكون انا خدت فعلا السم والمشهد فعلا حقيقي. وبيقول بعد كده وانا بقوم بتحامل على نفسي عشان احاول ان انا يعني بتظاهر ان انا من السم بقوم، يعني بيبين ان هو بيقوم، يعني زي ما اكون كده بنقول ايه، حلاوة روح عندنا وبنحس ان احنا عايزين نقوم اثناء لما حد بيحس بالموت. فهو بيقوم بيقول الرف نفسه وانا بقوم خبطته بدماغي، الرف نفسه وقع على دماغي، بقيت انزف دم وقعت وبقيت اترنح واقع وبحس بألم شديد واتخبط واروح والف وادور ووقعت. زمايلي في قصة العمل والمساعدين والمخرج وكل فريق العمل افتكروا ان انا خلاص بحتضر، والجمهور بقى يسقف تسقيف، يعني بيسقف من حلاوة ما انا قمت بالمشهد زي ما اكون حقيقي، مع صدفة ان انا اتخبطت في الفازة والرف وقع عليا وبحس بالألم وان هو احساس ان انا شربت سم. الجمهور قام وسقف تسقيف، يعني هز المسرح كله، بقت الناس واقفة على رجل واحدة واتقفلت ستارة المسرح. وزمايلي اتخضوا عليا افتكروني احتضرت، لكن احضروا لي سيارة الاسعاف واسعفوني، والحمد لله انا بقيت كويس. والناس من حلاوة المشهد بقت تسقف ومش عارفة ايه اللي حصل بالظبط. هي دي حكاية مشهد في مسرحية، وازاي الصدفة ازاي قام بالمشهد. الناس حست ان هو زي ما يكون مثل باتقان شديد، وعشان يعني يتحط في الاتقان الشديد ده ان هو وقعت عليه الفازة، وقعت عليه الرف اللي هو رف الفازة. ازاي حبايبي؟ هي دي من حكايتنا من فنانينا في الزمن الجميل وكواليسهم وايه اللي كان بيحدث لهم والمواقف اللي حصلت لهم. حبايبي اوعوا، يا رب يكون الموضوع عجبكم، يا رب يكون يعني حكاية
من حكاياتي ومواقف وطرائف عجبتكم حبايبي اوعوا تنسوا تعملوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة اتمنى يجي وينورني. حبايبي اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وعيلتي وناسي، شكرا.